اخواني شخص يخرج من ثلاجة الموتى بعد 3 ساعات من تنفيذ حكم الاعدام رمينا بالرصاص، قسم بالله هذه واقعية. سلام يا قوم، اليوم عندكم فيديو قال لك يمني يخرج من ثلاجة الموتى ب3 ساعات. طبعا هذا قصة حقيقية، شاهدوا خبر عاجل. أمانة إن أنا شاهدت الفيديو للنهاية لما سنبن شعر رازي. تقولوا صدق أو خذ؟ نشاهد الفيديو، لكن قبل أن نشاهده فعلوا زر الإعجاب قد اسمك دخلت تشاهد الفيديو، واشترك بالقناة وصلينا على رسول الله اللهم صل وسلم عليه، وادخل نشاهد الفيديو. لكن واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات لما تشاهدوا. تمام؟ اشتدروا صدق أو خذ؟ يا اخواني شخص يخرج من ثلاجة الموتى بعد 3 ساعات من تنفيذ حكم الاعدام رمينا بالرصاص، قسم بالله هذه واقعية. القصة واقعية للعظة والعبرة علشان الناس تثق بأن الله هو اللي يحيي ويميت. شخص من قريب من المنطقة اللي أنا أسكن فيها، من محافظة قريبة مجاورة لي، حكم عليه بالإعدام رمينا بالرصاص بعدما وجهت إليه المحكمة تهمة القتل عمدا. ظل في السجن 11 سنة. حاولوا مع أهل القتيل مشايخ وناس واسطات، عرضوا يعني مبالغ من الدية، ما رضوش يتنازلوا يبغوا شرع الله. يوم الإعدام طلعوا الرجال هذا لساحة الإعدام أو لساحة القصاص. جاء الدكتور المختص كشف على الرجال وسوى له تخطيط علشان القصاص أو من ينفذ حكم الإعدام يطلق عليه رصاص في أماكن معينة عشان يموت سريع. أطلق عليه 4 رصاصات. الدكتور كشف عليه قال لهم خلاص الرجال ميت. نقلوا له وين؟ نقلوا له المستشفى وحطوه في ثلاجة الموتى. أنتم عارفين يعني درجة برودة عالية جدا. 3 ساعات بعد ما خلصوا الإجراءات فتحوا الثلاجة بيطلعوا الرجال، وإذا بالرجال رافع اصبعه يذكر الله، يشهد ويهلل ويذكر الله يوحد الله. استغربت الناس، استدعوا الدكاترة والأطباء في المستشفى كل واحد في تخصصه، كشفوا على الرجال حي ما في ولا شيء. دخلوا غرفة عمليات، سووا له الإسعافات الأولية والإجراءات اللازمة وعملية الخياطة والترقيع، والرجال حي يرزق. شوفوا يا أخواني الرجال مر ب3 مراحل. أول شيء 4 رصاصات اخترقت جسده، نزيف لمدة 3 ساعات، ودخلوه ثلاجة الموتى. يعني لو دخلوك وأنت كذا ما فيك شيء بخير هتموت، علشان الناس تتعظ وتعتبر وتعلم إن الله على كل شيء قدير. والله يقول في كتابه العزيز: وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولكل أجل كتاب. لن تموت وباقي لك لحظة ولا ثوانية من عمرك، ولن تموت إلا وقد استوفيت رزقك. هذه رسائل يرسلها الله عز وجل للبشر، تثق بأن الأمر بيد الله. لو اجتمعت أهل السماوات والأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر كله لله عز وجل. الناس اللي تخوف هذا بيديني عين وهذا بيسحرني والجني هذا يتحرك في البيت، ولا بعض الناس اللي يقول لك يعني تجنب بعض الأكلات تجيب السرطان، وهذه تجيب شلل رباعي، وهذه تجيب الرعشة، وهذا يجيب الرعاش. إنما هي أقدار الله تمشي على الخلق. فثق دائما إن الحياة والموت بيد الله عز وجل، وكل ما يصير في حياتك هو بيد الله عز وجل. وكما شاهدتم يا رجال، طبعا قال لك رجل دخل ثلاجة الموتى وخرج بعد 3 ساعات. ما رأيكم؟ هي قصة حقيقية وأنا ما زلت قريت، وأنا من رأيي إني حقيقية. بعض الناس بخطأ طبي، مع أن الطب عندنا ما شاء الله قوي. المهم ربك ما قد أردش أن يموت، وكما جاء ساعته بعد تجي ساعته. لا تصدق، كل نفس ذائقة الموت وما يجي. المهم علينا نمشي. وصلت لكم الفيديو هذا والرسالة، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. ومن لم يشترك بالقناة فليشترك ويفعل زر الإعجاب. وتحياتي لكم يا رجال، وانتظروا الفيديوهات الجديدة، وتحياتي لكم.